الممتاز فاجأ النادي جمهوره الوفي بتحقيق الفوز الغالي والثمين على حساب نادي الشرطة المصنف الثاني بعد نادي الكرخ للتتويج باللقب. يعني طبقوا بوقت استثنائي، يعني ما ردنا. انا التزمت الفريق متاخر، صار لي شهر، الفرق باديه من 3 اشهر، واجهنا صعوبه، تحملوا اللاعبين ضغط. هاي البدايه هي حتحملنا مسؤوليه في المرحله الجايه. شوط المباراة الأول انتهى بتقدم نادي الشرطة بفارق هدفين، لكن توجيهات المدرب خالد عدنان والتزام اللاعبين استطاع النادي البرتقالي أن يسيطروا على مجريات المباراة وعادل النتيجة وتقدم بفارق 3 نقاط، واستمر هذا الحال حتى الدقائق الأخيرة للمباراة. بداية حديثي أشكر قناة الرياضة ديالة الرياضية الفضائية على شكرها وتغطيتها هذا الحدث. يعني مثل ما تعرف نادي ديالة فريق كله شباب باستثناء لاعبين أو 3 كبار. احنا نادي ديالة يفتقر للاعب المحترف. نادي الشرطة عندهم لاعب روسي بالإضافة لاعب سوري، احنا ما عندنا هذا الشيء. بس رغم ذلك يعني رغم جهود اللاعبين وكابتن خالد عدنان والفترة اللي تدربناها ترى كلش قليلة، فترة إعداد قليلة يعني، وماكو دعم ذاك الدعم للفريق يعني بصراحة، لا من المحافظة لا من مجلس المحافظة، يعني نفتقر لهذا الشيء قياسا بالأندية، يعني الأندية كلها محترفين، دعم مادي، تجهيزات، يعني متفوقة علينا بكل شيء. بس نادي ديالة ثبت شيء واحد، بأنه أخذ الفوز اليوم بجدارة. حضور هذا الجمهور الوفي والأداء الرائع الذي قدمه اللاعبون أعاد للنادي الديالي أمجاده التي كان يصارع بها كبار الأندية العراقية في الدوري، التي كانت بقية الفرق تواجه صعوبة في مواجهة نادي ديالة. نادي ديالة الشوط الأول كان مو مثل الشوط الثاني، الشوط الثاني كان أنشط نادي ديالة فحقق الفوز بجدارة يعني، وفريقنا احنا كمباراة أولى يعني كان مو بالمستوى المطلوب، وإن شاء الله نعوض على المباريات القادمة إن شاء الله. شو شفتوا نادي ديالة؟ والله فريق متطور وممتاز، فريق جيد وإن شاء الله يروح يعني بعيد، يعني يصعد بعيد إن شاء الله. على الرغم من قلة الدعم المادي والمعنوي للرياضة في ديالة والاستهدافات المتكررة التي تواجه الرياضيين في هذه الفترة، على أن الإنجازات تبقى مستمرة من أجل ديالة وأهلها. مصطفى حميد، قناة ديالة.